الوعي من الطاقة والجسم من المادة، وكل ما يعزز الطاقة على المادة يقود الإنسان لمزيد من الوعي. يعني إيه الكلام ده؟ ويعني إيه ثقة بالنفس؟ ويعني إيه نفس أصلا؟ وهل زي ما منتشر على فيديوهات اليوتيوب إن في خطوات معينة لازم أمشي عليها عشان يبقى عندي ثقة بنفسي؟ ولا هو مبدأ واحد لازم أمشي عليه في كل مجالات حياتي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة، إن شاء الله يعجبكم، فكملوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة شرحولوجي، القناة اللي هنفهم بيها الأفكار بشكل مختلف. خلينا في البداية نتكلم عن النفس. إيه هي النفس أصلا؟ النفس هي جوهر الإنسان المسؤول عن الطاقة. الطاقة دي اللي بتدفع جسم الإنسان ناحية الحركة وناحية واجباته وأهدافه. فطبيعي لما بشاور على إنسان بقول أنت نفسك، في حين إن أنا بكون بشاور على جسمه، لأن في ارتباط كبير بين الاتنين. وعند انفصال النفس عن الجسم بنقول إن الجسم ده ميت، مبقاش فيه طاقة، مبقاش فيه حركة، الجسم مات. فنستنتج من الكلام ده إن أقرب طريقة لبناء النفس وبناء الثقة بالنفس هو الجسم. زي إن حالة جسمك بتأثر على نفسك، ونفسك بتأثر على حالة جسمك. يعني لو قلت لك اوصف لي مثلا شكل واحد مكتئب، تقول لي واحد نفسه سريع، قاعد منكمش في نفسه، جسمه بيحاول يصغر حجمه أو يصغر المساحة اللي ياخدها بجسمه. في حين إن العكس تماما، لو قلت لك قول لي على إنسان واثق في نفسه. حتى ايمي كاردي كان لها محاضرة مشهورة على تيدكس بتقول فيها انك لو وقفت كأنك واثق في نفسك، اللي هو واقفة مستقيمة وحاطط ايديك الاتنين في وسطك ورافع راسك، هرمون التستوستيرون بيترفع وهرمون الكورتيزون بتقل. جسمك بيصدق انك واثق في نفسك، وبالتالي نفسك بتتأثر. ففعلا وضع جسمك لوحده كفيل ان يخليك تصدق انك واثق بنفسك. حاجة تانية مهمة وهي العقل. طبعا العقل واحدة من أكبر النعم اللي ربنا أنعم بيها على الإنسان، وهي الحاجة الوحيدة اللي بتفرق بينك وبين بقية الكائنات على كوكب الأرض. لكن خلينا نتكلم عن نقطة الوعي. ايه هي الوعي، او ازاي اقول ان الانسان ده واعي؟ في الحقيقة ان الوعي هو معرفة الانسان بحقيقة ذاته. وكل ما يزيد وعيك كل ما يزيد فهمك لنفسك ويزيد ثقتك بنفسك. واكتر الحاجات اللي بتأثر بشكل سلبي على الوعي وعلى نفسك هي المثيرات الحسية، زي المثيرات البصرية والسمعية اللي بتبقى موجودة في حاجات زي الافلام الجنسية، زي كتر الكلام. الانسان اللي بيتكلم كتير ما عندوش فرصة انه يسمع نفسه، وزي كتر السماع للناس بشكل زيادة عن اللزوم، فيخلي الإنسان عنده ضعف وما عندوش يعني قرار يقدر يقوله، أو ما يقدرش ياخد قرار لوحده، لأنه بقى متعود يسمع للناس وياخد بآراء الناس بس، ولكن ما عندوش فهم لنفسه. وفي الحقيقة إنك أهم حاجة عشان تعزز ثقتك بنفسك إنك تعزز تحكمك في المادة، إنك تقدر تتحكم في المادة اللي هي جسمك. والحاجة دي موجودة في كل الديانات. مثال موجود عندنا في الدين الإسلامي فكرة الصوم والصلاة والحج. المناسك الدينية كلها مرتبطة بالحركة، ومرتبطة بالنشاط، ومرتبطة انك تتحكم في جسمك وترغمه يعمل حاجات هو مش عايز يعملها او هو مش مبسوط بيها. والحاجات دي اللي بتزود الطاقة، اللي هو بالتالي بتزود وعيك، اللي هو بالتالي بيزود من تكوينك الروحاني اللي بيقوي ثقتك بنفسك. دلوقتي احنا نقدر نوصل لتعريف الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي إنفاذ سلطة عقلك الواعي على 3 حاجات: على جسمك ومشاعرك وأفكارك. خلينا ناخد كل واحدة فيهم نتكلم عنها ونعرف ازاي نتحكم فيها ويبقى عندنا سلطة عليها، وبالتالي نزود ثقتنا بنفسنا. أول حاجة جسمك. العلماء اكتشفوا إن في منطقة اسمها IMCC. المنطقة دي هي المسؤولة عن قوة الإرادة، وهي بذرة رغبتنا في الحياة من الأساس. ولو إن المنطقة دي حجمها بيتغير بين إنسان والتاني، تلاقي مثلا إنسان جسمه تخين جدا أو ما بيقدرش يتحكم في أكله، تلاقي المنطقة دي عنده حجمها صغير. وإنسان تاني بيكون إنسان رياضي، تلاقي المنطقة دي عنده حجمها كبير. طيب، الحاجة الحلوة إن المنطقة دي حجمها بيزيد، يعني أنا لو عندي المنطقة دي حجمها صغير في عقلي أقدر أزودها. طب بتزيد إزاي؟ العلماء لقوا إن هي بتزيد بإنك تعمل حاجات عكس اللي جسمك عايزها، أو عكس رغباتك، أو عكس شهواتك. زي إنك مثلا تاخد دش ساقع كل يوم الصبح بدري، أو إنك تعمل رياضة كل يوم. فإحنا لازم نشتغل على الحاجة دي بإننا نعمل حاجات عكس اللي جسمنا عايزها، وأهمهم طبعا الرياضة. فلما نعمل الحاجات دي هتزيد المنطقة دي في عقلنا، وبالتالي هتزيد قوة إرادتنا وهيزيد تحكمنا في جسمنا. تاني نقطة وهي المشاعر. وأكتر نوع من المشاعر بيأثر بشكل سلبي على ثقتك بنفسك هو الخوف. الخوف من الخسارة أو الرفض أو الفشل. ويل سميث كان في لقاء شهيد ليه، المذيعة كانت بتسأله وبتقول له إيه أكتر حاجة بتخاف منها في حياتك؟ رد عليها بكلمة واحدة: الخوف. الخوف بحد ذاته هو أكبر مشكلة ممكن تواجهها في حياتك. بس هل إحنا فاهمين الخوف بشكل صح؟ يعني لما بنتفرج على فيلم رعب مش بنخاف؟ بالعكس بنخاف، وفي ناس بتصوت وفي ناس بيغمى عليها وما بتقدرش تكمل الفيلم. طب هو في خطر حقيقي، ولا ده مجرد حالة أنا حطيت نفسي فيها؟ وده أهم سؤال أنت محتاج تسأله لنفسك. إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل من الحاجة اللي أنت خايف منها دي؟
هل ان مفيش حاجة فعلا كبيرة هتحصل، وده في اغلب الاحيان بتكون دي الحقيقة، ان مفيش حاجة فعلا هتحصل، ولا في خطر حقيقي عليك؟ لو في خطر حقيقي عليك ممكن فعلا تتجنب الحاجة دي، بالذات لو الخطر ده كبير وممكن يأثر عليك بشكل كبير. بس طالما مفيش حاجة هتأثر عليك، انت ليه خايف؟ احسن طريقة عشان تزود تحكم في المشاعر بتاعتك وفي مشاعر الخوف هي انك تحط نفسك في الحاجة اللي انت خايف منها وتبدأ تواجهها. زي ان مثلا الناس اللي بتخاف تتكلم قصاد جامعة، مفيش في الحياة خطر هيكون عليك، بس ازاي اتغلب على الحاجة دي؟ ممكن ابدأ ادرب نفسي باني ابدأ مع الدايرة اللي بحس فيها بالامان، زي صحابي او اخواتي او اهلي. ابدأ اتكلم قصادهم وابدأ اعرض قصادهم الافكار اللي انا هعرضها على الناس الاول، وبالتدريب وبالمحاولة واحدة ورا التانية هتقدر تتحكم في مشاعرك وتقدر تتغلب عليها. تالت نقطة وهي أهم نقطة، الأفكار. الإمام الشافعي له جملة جميلة جدا، بيقول: راقب أفكارك فإنها تتحول إلى كلمات، وراقب كلماتك فإنها تتحول إلى أفعال. في الحقيقة إن الإنسان بيفكر في اليوم من 60 ل70 ألف فكرة يوميا، وأغلب الأفكار دي بتكون أسئلة: هلبس النهاردة، هقوم إمتى، هنزل إمتى، هاكل إيه، الشغل هيبقى عامل إيه، المدير بتاعي يا ترى هيفكر في إيه. وفي الحقيقة إن أغلب الأفكار بتاعتنا بتكون مكررة وبناخدها من اليوم اللي قبليه، ودي مش حاجة دايما سلبية، لأن دي حاجة مهمة للروتين، بس دي مش الحاجة اللي هتغير أفكارك واللي هتوجه أفكارك في الناحية اللي تخدم أهدافنا. طب أنا إزاي أقدر أوجه أفكاري ناحية أهدافي أو أوجهها إن هي تخدم أهدافي؟ ممكن ألخص الموضوع ده كله في جملة واحدة: التفكير النقدي. احنا اتفقنا إن أغلب أفكارنا بتكون أسئلة. طب يستحسن إن أنا أخلي الأسئلة دي مش أسئلة في العموم أو أسئلة ملهاش لازمة، أبدأ أسأل في كل حاجة بتعرض ليها، وأسأل أسئلة عميقة وأسئلة فيها فهم، زي انك تسأل نفسك يعني ايه نفسي من الاساس، وتسأل نفسك انا ازاي بثق في نفسي، وايه المواقف اللي انا عديت بيها زودت ثقتي بنفسي، وايه المواقف اللي قللتها. وما اخدش اي فكرة بتعرض ليها وابدأ اشربها وخلاص، لا، اسألها: هل الفكرة دي صح؟ هل الفكرة دي تتوافق مع المرجعية بتاعتي ولا ما تتوافقش معاها؟ واحدة واحدة مع زيادة التفكير النقدي وزيادة التدريب عليه هيزيد وعيك وهتزيد ثقتك بنفسك. مثال بسيط جدا: الطفل الصغير، دايما بنلاحظ ان الطفل بتبقى اسئلته كتير جدا، والآباء بتتعامل مع الأطفال اللي من النوع ده بطريقتين. أول طريقة إن هي تبدأ تكبته، تبدأ تقوله ما تسألش، الأسئلة دي عيب، الأسئلة دي حرام، الأسئلة دي غلط، ما تسألهاش. الطفل اللي بينشأ على التفكير دوت واحدة واحدة كلامه بيقل وثقته بنفسه بتقل، وبيحس بالخوف إن هو يتكلم قدام أي حد، في حين إن الطفل التاني اللي الآباء بيبدأوا يحتووه ويبدأوا يعلموه ويبدأوا يجاوبوا عليه ويدوله فرصة إن هو يتكلم ويعبر عن نفسه، بتزيد ثقته بنفسه، وفي المستقبل بيبقى شخصية كبيرة جدا، والدراسات أثبتت كده وعلماء النفس أثبتوا كده. فمهم إنك تدرب التفكير النقدي عندك، ومهم إنك تسأل أكتر وتفهم أكتر، وما تاخدش أي فكرة بتتعرض ليها وخلاص. ومع الوقت دي هتزود ثقتك بنفسك. في النهاية الثقة لا تمنح ولكن تكتسب بالمجهود وبالالتزام، ولازم تفهم إنك أعظم خلق الله. ما تستخفش بنفسك، ربنا مخلقش عشان تستخف بنفسك أو عشان تهملها. فاملى نفسك بحاجات إيجابية، بطل العادات السلبية اللي بتعملها. العادات السلبية دي هي اللي بتخليك مش واثق في نفسك. على المدى البعيد بتحس إنك إنسان إنسان ما عندوش هدف، إنسان بيعمل حاجات وحشة بس. لا، املى يومك بحاجات إيجابية، حتى لو حاجة واحدة بسيطة كل يوم، زي إنك تنزل تتمشى، زي إنك تاكل أكل صحي، زي إنك تاخد دش بارد كل يوم. الحاجات دي مع الوقت رغم انها حاجات بسيطة جدا وحاجات ممكن ما تفرقش بشكل كبير في حياتك، لكن بتملى عقلك بالوعي وبتزود في تحكمك في الثلاث حاجات اللي قلنا عليهم، اللي هو جسمك ومشاعرك وافكارك. واحدة واحدة بتزود ثقتك بنفسك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله الفيديوهات الجاية هتعجبكم اكتر. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتتابعوا كل جديد. شكرا.